السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي احبتي في الله، الكلام اللي راح اتكلمه في هذا الفيديو هو حدث حقيقي وقصة حقيقية حدثت معي انا شخصا، وانا اقسم بالله العظيم واقسم بالله العظيم واقسم بالله العظيم وشهد الله على نفسي على قولي وكلامي هذا ان الكلام اللي اقوله هو حقيقة حدثت معي انا، ولكن انا سوف أرسل هذا الكلام عبر هذا الفيديو من باب التنبيه والتوجيه والتحذير إلى عموم المسلمين وخاصة الشيعة حتى ينتبهوا إلى المؤامرة اللي الإيرانيين قائمين عليها ضد الأمة العربية والإسلامية. طبعا راح يقولون يمكن هذا الإنسان ما راح يمثل السياسة الإيرانية، ولكن فعلا هذه الحقيقة والواقع اللي إحنا فعلا قاعدين نمر بها. وليش أنا تأخرت بنقل هذا الحدث والحديث؟ إلى عدة أسباب، ومن أهم الأسباب يمكن أنا كنت أتصور هذا الكلام يمكن رأيه هذا الشخصي، ولكن بعد مر السنين والأعوام فعلا كل ما قال لي هذا الشخص بدأ يتحقق ويتحقق. فعلا وصلت إلى الناتج اللي أنا أبادر وأتكلم بهذا الموضوع اللي حدث معي قبل 25 أو 26 عاما. أنا في سنة 1370 تاريخ الإيراني يصادف 1992 ميلاديا انشملت إلى الخدمة العسكرية، سنتين خدمة عسكرية، وذهبت إلى الخدمة العسكرية الإجبارية وفي مدينة إصفهان. طبعا مدينة إصفهان إلى مدينتي في الأحواز اللي أسكن فيها آنذاك كان الطريق حوالي 18 ساعة في الباص، وكانت خدمتي سنتين، ولكن كل فترة 4 شهور أو 3 شهور كنت آخذ إجازة وأرجع إلى أهلي وأسرتي لمدة 20 يوم، ثم أرجع إلى الخدمة لإكمال الخدمة العسكرية ما تبقى. فمرة من الأيام كان أيام محرم وأنا انتهت عندي الإجازة، فرجعت إلى الخدمة العسكرية. كنت جالس في الباص في جهة يعني الباص الزجاجة، احنا نقول الشباك أو الجام. فكان جالس واحد فارسي إيراني، يعني شكله مبين أنه يعني ما أعرف أنه مهندس في شركات النفط أو أنه في الحكومة أو في الاستخبارات. شكله كان ملتحي ومبين عليه أنه يعني من الشخصيات البارزة في النظام أو في جهات يعني الإدارية الحكومية. عموما أنا كان عندي كتاب، وهذا الكتاب كان قصة مقتل الحسين وأصحاب الحسين في كربلاء، وأنا كنت أقرأ وهو بدأ يتكلم وياه، قال لي شو هالكتاب تقرأ أنت، شو اسم الكتاب؟ فأنا قلبت الكتاب وأعطيته عنوان الكتاب، وهو يعني كان عنوان الكتاب شهداء كربلاء، يعني شهداء كربلاء. فبدأ أخذ الكتاب مني فقلب أعطاني، قال لي بهالعبارة، قال لي أنتم عرب وأنتم في الأحواز المفروض يعني تفهمون الواقع والحقيقة أكثر من عندنا إحنا. قلت له أي واقع حقيقة؟ قال يعني لازم تعرفون الإسلام، تعرفون الدين، تعرفون الأمور هذه أكثر من عندنا لأن كنتم عرب وتفهمون وعندكم قرآن بين يديكم، فأنتم المفروض تفهمون. قلت له ممكن توضح لي أكثر علشان أعرف؟ يعني نعم إحنا عرب، ولكن قال شوف، إحنا الإيرانيين أنتم العرب هجمتم علينا، أنتم العرب المسلمين هجمتم على إيران وغزوتم إيران وسقطتوا إمبراطوريتنا وأخذتوا من عندنا تاريخنا وأخذتوا من عندنا حضارتنا وأخذتوا من عندنا ديننا وديانتنا وأخذتوا من عندنا كل شيء، وإحنا كنا تحت سلطتكم أكثر من 800 عام، حتى نسخت لغتنا وبدأت تدخل لغتكم على لغتنا. للآن إحنا مفردات يعني لساننا متشكلة من اللغة العربية، ولكن هذا لا ينفي عنا أن نحن نسكت ونتنازل عن يعني حقوقنا وحقنا. وهذه الأراضي الآن اللي تسمى الدولة العربية هي ملكنا وأراضينا، فإحنا يعني تسايرنا وتماشينا معكم أنتم، فوصل حين الآن الوقت اللي إحنا لابد أن يعني نسترد كل ما أنتم أخذتم منه. فأنا كنت يعني أعتبر آنذاك يعني لما كنت شيعي كنت أعتبر نفسي إيراني،
كنت أعتبر نفسي إيراني، ما كنت أعتبر نفسي أنا أساسا أحوازي. وبعد ما الحمد لله الله هداني وتركت دين التشيع، عرفت أن التشيع أساسا دين مجوسي لا ينتمي إلى الإسلام ولا المسلمين أبدا. فأنا كنت أظن أنه يقصد العرب هم يعني الدول العربية وهم أعداء يعني الأمة. فأنا كنت آنذاك فكري ما كان يعني بعيد، كان ينسجم فكري مع فكرة. فقال لي إحنا كنا سنين وأعوام نخطط كيف نتخلص منكم، كيف نتخلص من دينكم، وكيف ننتقم من هذا الدين وننتقم من هؤلاء العرب اللي هجموا علينا. ولكن كبراؤنا والمتفكرين والمخططين كانوا يخططون منذ عهد القديم إلى الآن، فما وجدنا إلا وصلنا إلى فكرة أن نضرب الإسلام بالمسلمين ونضرب العرب بالعرب ونجعل فتنة بينهم ونخترع دينا جديدا ثم نلزم العرب باتباعه، أو نأخذ بعض من السياسات ونوهم للعرب أن هذا هو الدين، حتى هذا الدين اللي احنا اخترعناه يكون بديلا للإسلام والناس تتبع هذا الدين. بعد ما الناس تقبل هذا الدين منا يصبحوا أتباع لنا، يصبحوا جنودا لنا هم العرب، وبعدين احنا نستطيع أن نهيمن على هذه الدول وهذه الأراضي ونستردها بالعرب ونجعل العرب بعضهم يقتلون بعض. فأنتم كيف تصدقوا منا؟ كيف اعتبرتم هذا الدين؟ ولكن ما دمتم أنتم فعلا بهذه الأحوال وبهذه العقيدة والتفكرات فأنتم غصبا عنكم تأخذون منا هذا الدين، لأن احنا ركبنا هذه العقيدة تركيبا في عقولكم وسيرناكم وأنتم بالإجبار تمشون. هو كان يقصد يعني يقصد بطريقة يبين لي مش أنتم الأحوازيين، يعني العرب السنة. ولكن بعدين أنا بدأت أفكر، فقال الآن فعلا بدأت الخطة تمشي، وفي السنين المقبلة في 100 عام احنا راح نسترد كل هذه الأراضي ونحطم هذا الدين ونبطل هذا الدين ونجعل كل هؤلاء الناس العرب المسلمين يكونوا أتباعا وجنودا لنا ونهيمن عليكم ونسترد كرامتنا مرة ثانية، ولكن بعد أعوام طويلة. وهذه خطة ابتكرناها. والتشيع الآن اللي أغلب الناس يأخذوا منه هي مخططاتنا، نحن مخططاتنا وأفكارنا وعقائدنا وبروتوكولاتنا اللي احنا خفيناها تحت هذه العقيدة، وانتم بدأتم تأخذون هذه الأفكار تحت غطاء أو مسميات حب أهل البيت وعقيدة أهل البيت حب الحسين. فهذه خطة بدأت تمشي ولا أحد يستطيع أن يمنعها أو يجعل لها حد. فحقيقة أنا هذا الكلام ذاك الوقت كنت ما أفكر فيه، بالعكس كنت مسرور لما أسمع الكلام، أقول يعني كنت جاهل ما كنت أعرف، ما كنت أفهم، كنت على عقيدة الشيعية أساسا. كنت هذا الكلام أستانس فيه، كنت أفرح فيه لأنه كان عقيدتي شيعية وكان انتمائي للإيران والإيرانيين. لكن بعد ما أنا تركت هذا الدين، دين التشيع المجوسي، وبدأت أتذكر كلام هذا الرجل، أجت لي أمور كثيرة أن فعلا الإيرانيين والفرس بدأوا يخططون لدمار وتفتيت وتشتيت هذه الأمة، وهم طماعين أن يهيمنوا على ممتلكات العرب وعلى أوطان العرب، ولكن بواسطة من؟ مثل ما قال بواسطة الشيعة. نضرب العرب بالعرب ونضرب المسلمين بالمسلمين. فعلا هذه المخططات فعلا يمشوها باسم الشيعة، والجنود التي يخدمونهم هم الشيعة. انظروا في العراق، الذي سقط العراق وسقط سيادة العراق هم الشيعة، والذي سقط سوريا هم الشيعة، والذين بدأوا الثورات في البحرين وقاموا بثورات ضد الحاكم في البحرين هم الشيعة، والذي قاموا فتنة في اليمن هم الشيعة. فالشيعة أينما تواجدوا هم أدوات بيد إيران ليحققوا إنجازاتهم. انتبه يا شيعي، انتبه، والله وبالله أنت غاية وأدوات بيد المجوس ليحققوا بك آمالهم وطموحاتهم. انتبه أيها الشيعي، والله وتالله هذا الدين لا ينتمي إلى الإسلام ولا ينتمي إلى أهل البيت. والشعار اللي رافعينه يا لثارات الحسين، اللي الحسين ما ادعى به ولا علي ادعى به، هو يا لثارات يزدقرد، يا لثارات المجوس. هم حاملين حقد وكراهية علينا باسم الحسين، مشوها علينا.